بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم الدكتور محمد الحناوي، استشاري النساء والتوليد. هتكلم النهاردة عن موضوع أدوية السفر للخارج أو للعمرة أو للحج. وجد أن 40% من الحجاج والمعتمرين يعانون من مرض واحد خلال سفرهم، ولذلك ينصح باختيار أدوية أساسية لتغطية الحالات الطبية الشائعة، خاصة بعد السفر لوجود الزحمة والمجهود وتغيير الجو، وأيضا أخذ أدويتهم الموصوفة لأمراضهم المزمنة، لأن الأدوية لا يمكن العثور عليها بسهولة في الأماكن المراد السفر إليها. أيضا سعر الدواء في المكان المسافر إليه غالية نتيجة فرق العملة، وأيضا كمان إنهم بيحتاجوا أدوية أو وصفات طبية لعلاج أعراض أو مشكلات حدثت له. طبعا هنتكلم على إن بناخد أدوية إذا كانت الأدوية موصوفة لأمراض مزمنة أو غير موصوفة، تتاخد بدون وصفة طبية، مستلزمات إسعافات أولية وحقن وسرنجات، وكمان أجهزة ترمومتر، جهاز ضغط، جهاز سكر، جهاز استنشاق. طبعا برضو بننصح إن لو في تطعيمات ولا حاجة بتتاخد التطعيمات زي التهاب السحاية، وكمان بيبقى موجود الشهادة الصحية بتاعتها لو في توجيه بذلك. هنتكلم على مجموعات الأدوية، وطبعا احنا بناخد اللي نقدر عليه او اللي بيبقى عندنا ميل له. يعني واحد بيجيله حساسية على طول هياخد أدوية حساسية، واحد مثلا بيرجع كتير او حاجة السفر بياخد الأدوية بكمية معقولة، برضو على حسب كل واحد. واحد عنده إمساك لما بيسافر ياخد دواء إمساك، واحد عنده إسهال. ففي أدوية، واحد بيحصل له حساسية في عينه، واحد بيحصل له هرش في جلده أو حاجة، فكل واحد بيبقى عارف الأكتر، وبعدين بياخد من كل مجموعة دواء على أساس يستفيد بيها. أول حاجة بنتكلم على الأدوية الموصوفة بانتظام. دي الأمراض مزمنة، واحد عنده سكر، ارتفاع في ضغط الدم، واحد عنده القلب، واحد عنده رب، واحد عنده الكلى، فبياخد أدوية باستمرار. فبنقول تأكد من وجود كمية كافية منها بعد استشارة الطبيب اللي في بلدك، فبتاخدها وبتظبط الجرعة بتاعك وانت مسافر. طبعا لازم يكون معاك روشتة طبية حديثة مصدق عليها، يعني مختومة، أو تقرير طبي برضو بحالتك والأدوية، لأن في حتى المضادات الحيوية لا تصرف في البلاد اللي تسافر إليها إلا بروشتة. انت لو معكش روشتة هتضطر بقى تروح تكشف عند الطبيب عشان يكتبها لك عشان تروح تصرفها. المجموعة التانية مسكنات الألم وآلام الجسم في المفاصل والعضلات، الصداع، وكمان خافضات الحرارة. بتشتغل الاتنين، 3 حاجات: مسكنات، ودي مضادات التهاب، وخفضات حرارة. المسكنات عندنا زي الباراسيتامول، البنادول، الأدول. المسكن وخافض للحرارة ومقاوم للالتهاب زي البروفين، أقراص اللي هو الإيبوبروفين، وكمان ممكن يبقى في جل موضعي زي الفولتارين والموف. تالت مجموعة معانا هي أدوية البرد والاحتقان. طبعا لو في احتقان في الزور ممكن ناخد أقراص استحلاب موجودة في الصيدلية، معمولة من العسل والليمون. في كمان لو الصداع بناخد مسكنات زي البنادول، بروفين. لو في برضو ارتفاع درجة حرارة بناخد نفس الكلام، بنادول، بروفين. لو في طبعا احتقان في الزور أو رشح أو كده بناخد ضد الحساسية، بيقلل الكلام ده. لو في سعال بناخد حاجة
ضد السعال. لو في رشح في الأنف ممكن ناخد قطرة أوتريفين. طبعا ممكن نختصر أدوية البرد والاحتقان دي في مجموعة، إن علبة واحدة فيها الحاجات دي، فيها مسكن، خافض حرارة، قابض أوعية، وضد الحساسية، زي الباور كولد اند فلو، سيتال كولد اند فلو. في واحد بقى كمان بيضاف إليه إن هو عنده حاجة ضد السعال، وده زي الكولدا تريكسي. المجموعة اللي بعد كده الرابعة اللي هي أدوية الجهاز الهضمي، زي مضادات الحموضة وحركة المعدة زي الأوميبرازول أو الفاموتادين. في أدوية إسهال زي الإيموديوم والأنتي نال. في أدوية إمساك، لو بصيت بندي دوفلاك شراب المكيال يوميا بالليل. في طبعا أدوية للمغص وألم البطن زي البسكوبان، فيسرالجين، كولونا. في أدوية غثيان والدوخة دي أثناء السفر، دي زي الدرامامينكس، البيتا سيرك، موتيليوم. طبعا بناخد مضاد حيوي عشان التهاب الزور والتهاب الشعب الهوائية، خاصة الزيثروماكس 500 مللي واحدة في اليوم. بعد كده هنتكلم على أدوية تأخير الدورة الشهرية للسيدات. طبعا السيدة بتبقى بتحرص انها ما تجيلهاش الدورة هناك، لانها رايحة مثلا 10 ايام 8 ايام 12 يوم، عايزة الدورة ما تجيش عشان تقدر تأدي المناسك لو في دورة مش هتقدر تأديها. فزي أدوية زي البرمولوتنور، سيدولوتنور، وستيرونات. المجموعة اللي بعد كده أدوية العين. طبعا في ناس بياخدوا عشان يترطب العين والجفاف، والجو هناك بيبقى تراب وبيبقى حر، بيبقى أدوية دموع صناعي. في كمان ناس بيحصل لها احمرار من برضو قلنا التراب والجاف، بناخد مضادات قطرات، مضادات حساسية. وفي ناس كمان بيحصل لهم التهاب في العين نتيجة ذلك فبياخد مضاد حيوي. في بقى مجموعة قطرة واحدة بيبقى فيها الثلاث حاجات دول، زي التوبراديكس، بيبقى فيها مضاد حيوي كورتيزون، بيشيل حاجات دي، حساسية بيشيلها، التهاب بيشيله، وبيرطب العين كمان. المجموعة اللي بعد كده أدوية للجلد، يعني لو حصل التهابات في الجلد وفسافيس، بثور، حاجات من دي، ممكن استخدم كريم أو مرهم فيوسيدين، أو في مرهم للحساسية والحكة والتسلخات، زي يبقى فيها كورتيزون زي البيتاديرم. في طبعا لو في علاج حروق بناخد حاجات زي علاج حروق موجود، مراهم. في حاجات بقى واقية بناخد مثلا كريم بيرطب الجلد زي نيفيا، ممكن ناخد كريم اللي هو ضد الشمس، اللي هو واقي للشمس، بالذات لو واحدة بشرتها حساسة. طبعا في كريم بيشيل حاجات كتير، يعني مثلا كريم مركب فيه مضاد حيوي، فيه كورتيزون، وفيه ضد الفطريات. طبعا زي الميكسيديرم، البوليديرم. كمان بناخد معانا إسعافات أولية. المجموعة اللي بعد كده إسعافات أولية، يعني بناخد لاصقات طبية اللي هي البلاستر، باخد رباط شاش، رباط ضاغط لو أنا متعود لما أمشي كتير رجلي تتنى أو حاجة من دي. باخد قطن، وكمان باخد مطهرات جروح، ياخد بتادين، ياخد كحول. طبعا باخد كمامات عشان هناك بيبقى البرد كتير ومن جنسيات كتير فبيبقى شديد، فبناخد كمامات بمنع البرد. كمان باخد قفازات جراحية عشان لو حصل جرح ولا حاجة ألبسها وأغير على الجرح بيها. في ناس يعني بياخدوا محلول معالجة الجفاف، لأن بيبقى هو معروف عنه إنه ضغطه بيوطى وبيحصل له جفاف، فيستخدم هذه الأكياس.
في كمان بناخد أجهزة طبية، يعني بناخد ترمومتر ويستحسن يكون إلكتروني، بلاش الزئبق عشان ممكن يتكسر، والزئبق ده مضر. كمان لو حد عنده ارتفاع ضغط الدم تاخد جهاز قياس ضغط. ممكن كمان اللي عنده سكر بياخد جهاز قياس سكر الدم. وكمان ممكن اللي عنده ربو بياخد جهاز الاستنشاق بتاعه عشان ما يتبهدلش ويقعد يدور على المكان اللي يعمل فيه جلسة. بياخد معاه طبعا سرنجات وحقن علشان يبقى يستخدمها لو احتاج علاج. في نصائح إضافية بنقول ما يتناولش أدوية بدون استشارة الطبيب قبل السفر، ولو تعبت هناك تعب شديد شوية تستشير الطبيب. تحفظ الأدوية في مكان بارد وجاف، ودايما تسمي الأدوية، تكتب الأدوية على الشريط لو انت مش هتاخد العبوة الأصلي. وبرضو بتتأكد ان الأدوية مسموح بها في الدولة اللي انت مسافر ليها، لأن في أدوية لو فيها حاجات منومات، مخدرات، مهدئات، تبقى ممنوعة، ممكن تتعرض لمشاكل قانونية كتير. النصائح اللي بعد كده بنقول احتفظ بالأدوية في حقيبة اليد اللي بتشيليها في ايدك او على كتفك اللي طلع بها الطيارة. طب ليه؟ لان احتمال ان الادوية دي لو اتحطت في الشنطة اللي تتحط في مخزن الطيارة بتتعرض لحرارة ممكن تبوظها. ممكن في السفر وانت نازل بيكون الطيارة في الشنطة في طيارة تانية تتأخر الحقائب وانت هتتأثر لان الدواء هيتأخر. ممكن كمان ضياع الحقيبة بالدواء اللي فيها، غير ان لو انت شايلها على كتفك، احتجتي الحاجة، جالك مغص، جالك صداع، بقوم فاتحة الشنطة ومطلعة العلاج واخدها. وبننصح دايما ناخد معانا ازازة مية على طول، بنشيلها باستمرار، ونبتعد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس عشان ما يحصل لناش جفاف أو ضربة شمس. وشكرا. أسأل الله أن يبشركم بما يسركم ويكف عنكم ما يضركم، ويجعل العافية لباسكم، والمغفرة ستركم، والسعادة طريقكم، والجنة دارنا وداركم.